خلّينا بقى بنتكلم على الماتشات الحلوة. الدوري المصري زمان كان أمتع، وزمان ده أنا مش باتكلم في 50 سنة فاتت، يعني باتكلم على فترة بتاع الجيل العتاولة. كان الدوري أمتع والّا دلوقتي في متعة والّا إيه اللي حصل بالضبط؟ المتعة في الجماهير، والجماهير كانت موجودة زمان. فدلوقتي طبعًا الدنيا بتختلف وفي تطوّر كبير جدًا، لكن أنا مش هاشوف أمتع من الدوري الجماهيري اللي إحنا كنا عايشينه في وقت من الأوقات، اللي أنا يعني الحمد لله حضرته لعبت في المنصورة، لعبت في المصري، في بورسعيد، لعبت في إسكندرية قدّام جمهور الاتحاد، رُحت المحلة، رُحت طنطا، رُحت أسيوط، رُحت أسوان، فلأ كانت هي دي المتعة، اللي أنت تروح المحلة وجماهير المحلة تتضايق منّك وتقعد تهاجمك أثناء المباراة، ده كان بيبقى بالنسبة لي متعة خلّي بالك. ودافع إنك بالضبط، لأ هي هاجيب مش جول متعة دلوقتي اللي أنت بتستفزهم، لأ، هو جاي عارف قيمتك، عارف إن إيهاب صحيح. المصري لعيب كويس، فلمّا هو بيحاول يضغط عليك وأنت في نفس الوقت عارف تبقى فرحان جدًا، أنا رايح بورسعيد، أنا رايح المحلة، أنا رايح إسكندرية في وسط جماهير بتبقى رايح مستمتع، مستني اليوم ده. بس دلوقتي يا كابتن بقى في جماهير برضه، وبرضه مستوى الأداء كُلّه شعلقة وارفع الكورة بُص، لفوق وخلاص. لأ، خلّينا متفقين، جماهير زمان غير جماهير دلوقتي. جماهير زمان حاجة تانية خالص، الجماهير دلوقتي ليهم كل الاحترام والتقدير، لكن برضه العدد. أنت كنت بتروح المصري، يعني أنا لمّا رُحت النادي المصري، لأ الجمهور كان في التمرين بيحضر زي الماتشات دلوقتي، يعني العدد اللي إمم. بيحضر في الماتشات دلوقتي أنا كان بيحضر لي في تمرين النادي المصري في بورسعيد، كان بيحضر لجمهور كان بيحضر في تمرين النادي الأهلي، في نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، صح. أنت لمّا بتروح لأ، أنا باقول لك كنت باقعد هالاعب الإسماعيلي في إسماعيلية، لأ ده بالنسبة لي عيد، صحيح. جمهور النادي الإسماعيلي ده أنا عايزه يتفرّج على إيهاب المصري، عايزه يتفرّج على لعيب اسمه إيهاب المصري. المحلة نفس الكلام، بورسعيد نفس الكلام، فكانت متعة، متعة ليك أنت كلعيب وتحدي خاص اللي أنت الناس دي كلها تطلع بعد الماتش تسقّف لك. بس تفتكر يا كابتن الموضوع جمهور بس؟ يعني الquality ما فرقش في حاجة quality اللعيبة؟ هاقول لك، لأ فرق كتير لإن قطاعات الناشئين ما بقتش بتفرز وبتطلّع زي الأول، يعني أنت دلوقتي هتلاقي الأجيال اللي أنا كلمتك فيها كانت كلّها يعني متعب مثلًا، عمرو زكي، كُلّه ناشئين، كلّه كُلّه، ناشئين، كُلّه، يعني كُلّه، كُلّه متعب كان طالع أيوه ناشئين بالضبط الأهلي، وبيكمّل مع عمرو الأهلي أيوه زكي مضبوط. ناشئين منصورة، لو قعدت تدوّر هتلاقي كلّه كان جاي من ناشئين أندية. صحيح. زمان المنصورة والمحلة دُولة كانوا من قطاعات الناشئين الأقوياء جدًا، جدًا، صح. جدًا خلّي بالك، كان بيطلّعوا لعيبة مميزة جدًا، كنت دايمًا بتلاقي في منتخب الناشئين والشباب والأولمبي عندك ذخيرة كبيرة جدًا من اللاعبين جاية من المنصورة، جاية من المحلة، جاية من كنت بتلاقي كده، لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده، وخلّي بالك فترة الإخفاق بتاعتنا وابتعادنا عن بطولات كمنتخب أول، هي اللي ما كانش عندنا تسلسل جيد جدًا أو متميز في المنتخبات. طَب إيه بقى الحدوتة بقى فهّمني واحدة، واحدة. يعني ليه الفرق الquality الرهيب ده؟ يعني إحنا كُنّا هنا، بقينا هنا، مش التأسيس، كده. التأسيس، ما أنا هاقول لك 2006 إحنا خدنا بطولة أفريقيا صح؟ مضبوط. كان الجيل اللي بيلعب مين؟ كان متواجد في المنتخب ده عمرو زكي، مضبوط. متعب، عماد طبعًا متعب، مع احترام وحفظ الألقاب ليهم كباتن كبار جدًا، ميدو، عبد وأحمد الحليم علي. لأ أنا باكلمك على أحمد فتحي، حسني، تتكلّم على الجيل بتاع الناشئين اللي كمّل ووصل منتخب كبير. بالضبط، هتلاقي التسلسل الطبيعي اللي حصل، كان عندك منتخب ناشئين قوي مع كابتن حسن شحاتة، خد البطولة أو تصعّد مع بعضه، طلع منتخب شباب، صحيح. الجيل ده، بعد كده الجيل ده يعني عملت دمج بينه وبين جيل الكبار بقى، اللي هو وكان كابتن في أحمد حسني عبد حسن، ربه برضه الجيل ده. ما أنا باقول لك إمم. الجيل ده، وبعد كده عملته دمج بينه وبين الجيل بتاع العمالقة وجيل العتاولة اللي بجد بقى وجيل اللعيبة الكبيرة، كابتن أحمد حسن وأبو تريكة، الحضري، وائل جمعة، كباتن كبار جدًا، 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 صحيح. فلمّا حصل الدمج ده أنت لقيت يعني لقيت الفترة الذهبية والعصر الذهبي للكرة المصرية، عشان حصل تطوّر وحصل التدرج التدريجة دي. الطبيعي، حلو. للكورة، لكن دلوقتي تعالَ نشوف، إحنا بقى لنا فترة كبيرة جدًا ما كانش عندنا منتخب ناشئين بيوصل في بطولة أفريقيا، ما كانش عندنا منتخب ناشئين بيوصل لكأس العالم، نفس القصة بمنتخب الشباب، نفس القصة بمنتخب الأولمبي. ده ليه بقى؟ هل اللعيبة إحنا خلاص ما بقاش عندنا مواهب، والّا إحنا المشكلة في المدربين، والّا المشكلة في الملاعب، والّا المشكلة فينا إحنا كجمهور، والّا المشكلة في مين؟ لأ، لأ هاقول لك، أهم مرحلة عشان تبني عمارة لازم يكون عندك أساس كويس. صح. صح؟ فأنت دلوقتي لمّا بتيجي تعمل في البراعم أنت في كيروش أعتقد الفترة اللي مسك فيها قال لك في لعيبة في المنتخب الأول ما بتعرفش تستلم وعندها التسليم والتسلم فيه دي مشكلة، كارثة. ليه؟ لعيب بقى عامل زي المكنة، بياخد الكرة يباصيها لأقرب لعيب جنبه. ما أنا مش هاجي أعلّم لعيب عنده 24 سنة بيلعب منتخب مصر الأول على المستوى الاحترافي وبيلعب في نادي كبير محترف، هاجي أعلّمه إزاي يستلم فأنا باكلمك في القاعدة الأول، في الأساس.
لما انت تنزل، لا هات مدرب كبير واسم كبير مسكه في مرحله البراعم. بس احنا عندنا مشكله اكبر، ان العائد او المرتب اللي بيتقاضاه المدربين في البراعم او الناشئين ما بقاش في جاب كبير جدا. صحيح. فالمدرب ما بقاش بيركز، بيبقى عايز يطلع من هنا، يطلع على اكاديميه، يطلع على نادي تاني، وتلاقي المدرب شغال في نادي واتنين واكاديميه وبيشتغل برايفت عشان عايز اللعيبة يعيش. هينساها أصلًا ومش هيركّز معاها. لكن ما بيركزش